بخلاف ما يقال وما يشاع منذ سنوات. اللي بيشتغلوا بقلب المرفأ بيعرفوا انه مكتب امن المرفأ يحصل انفاس داخل مرفأ بيروت. هلا بيكذبوا، صار له سنين الاعلام المأجور والسياسيين المرتزقة والسياسيين التابعين للوصاية الأجنبية والسياسيين يلي شفناهم جزء من محور الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وغيره. هودي السياسيين بيكذبوا بيقولوا، والإعلام المرتزق بيكذبوا بيقولوا إنه مرفأ بيروت تحت سلطة حزب الله. ليش بيقولوا هيك؟ لحتى يخبوا حقيقة الواقع بالمرفأ، من حنا رفايل لا نوصل للي كان يقبض أنصات ذهب لحتى يمرق الشاحنات وغيرها. ويلي بيعرفون يعني غالبية المسؤولين بلبنان بيعرفوا هذا الواقع، وبيعرفوا أنه غير صحيح خبرية أنه حزب الله هو الحاكم بمرفأ بيروت، وبيعرفوا أنه نفوذ حزب الله بالمرفأ يكاد لا يذكر مقارنة بشخص مثل حنا رفايل يلي هو بيلقب حاله ملك مرفأ بيروت، ملك المرفأ، أو يحلو له أن يقال له ذلك. بجميع الأحوال هي وسائل الإعلام اللي كانت تكذب هالأكاذيب كلها، والسياسيين يلي كانوا يكذبوا هاي الأكاذيب بيعرفوا كتير منيح قدرات جهاز أمن المرفأ بمرفأ بيروت، وبيعرفوا كتير منيح ما في حدا قانوني سياسي أمني اشتغل بهذا الملف باستثناء طارق البيطار. كلهم بيقولوا أنه المسؤولية الأولى كانت عن معالجة النيترات بمرفأ بيروت تقع على عاتق قائد الجيش السابق جوزيف عون. بالتالي هودي المستهجنين هلأ انه تعيين غراسيا الأزي مديرة عامة للجمارك مستهجنوا تعيين قائد الجيش اللي هو بحسب القانون كان المسؤول الأول عن معالجة النيترات بالمرفأ، تعيينه رئيس للجمهورية وبقرار خارجي. فوق هيك بقرار خارجي. هي وسائل الإعلام اللي هلأ عم تتباكى على مشاعر أهالي ضحايا المرفأ، ما هي ساهمت بحرف حتى إذا جاز التعبير المسار السياسي لنشاط أهالي ضحايا المرفأ باتجاه معين، وأبعدتهم عن حيث يجب أن يكون غضبهم.